انا كصفا لما بعمل ريفيو لاي عربيه بحاول على قد ما اقدر ابقاش متحيز، بس انا بصراحه العربيات دي بموت فيها. بيجو 408 انا صدقوني بحاول اطلع عيوب، اصل لو على الشكل انوار LED، الناب بتاع بيجو، شبكه كروم، لوجو بيجو الجديد وسنسورز قدام. السحبه دي لامبرجيني اوروس، ازاز خلفي متفيم، كيلس انتري، الجانت هنا 18 وفي الجي تي 19. طب وهنا سبويلر مش كبير، انوار بيجو مفيش احلى منها، وكاميرا خلفيه. طب اداء ضعيف ولا حاجه؟ مفيش الكلام ده. موتور 1600 سي سي، التربو بيطلع 215 حصان و300 تورك. ال 1600 سي سي جايب اخره، لو جينا عليه اكتر من كده هيطلع علينا اصوات مش كويسه. اصغر دركسيون هتشوفه في حياتك، بادل شيفترز، الاي كوك بيت بتاع بيجو، شاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، الفتيس صغير قوي، درايفنج مودز من هنا، وفرامل كهرباء. الكرسيين فيهم تسخين وتبريد ومساج، بس ده في جي تي لاين، في الالور اللي احنا فيها دي بالدراع عادي جدا. وشكل العربيه من جوه ما يقلش جمالا عن شكلها من بره. بس اكيد العربيه مش مريحه. والله يا ابني كان بودي، العربيه برضه مساحتها كويسه جدا ورا، والشنطه مساحتها تؤدي الغرض وزياده. انا عايز تفهمني العربيه ما فيهاش عيب خالص. على الهادي يا نجم، بعد بحث كبير اكتشفت ان العربيه التعليق بتاعها من ورا مش مالتي لينك، ودي مش احسن حاجه في الفئه دي من العربيات. غير ان مساحات التخزين في العربيه دي مش كتيره قوي بصراحه. ولو عايز العربيه دي فهي موجوده استلام فوري في اكستريم اوتو.